أعزائي المشاهدين والمشاهدات، برحب بكم معانا اليوم في حلقة جديدة من حلقات حديث البلد. حديث البلد اللي بيقدم لنا كل يوم حلقة جديدة من حلقاتكم. النهاردة معانا الموضوع هو مش جديد، موضوع كان على طول بنتكلم فيه وبيواجهنا كل يوم، هو موضوع الخير من أجل الغير. كلنا طبعا بنقدم الخير للغير، بنساعد بعض، بنقف جنب بعض. النهارده نشاطنا من داخل مدينة فاقوس، بالتحديد قرية منيا المكرم، من داخل جمعية التنمية المصرية اللي بتقدم أنشطة للكبار والصغيرين، من تحفيظ قرآن كريم، من تعليم جلسات تخاطب، من تعليم جلسات تعليمية، من حاجات كتير قوي بيقدموها للغير. النهارده بنتكلم عن الخير للجميع، الخير للصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير. النهارده معانا ومعاكم نائب رئيس الجمعية، معانا الأستاذة شيماء الشريف. أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. برحب بيكي معانا اليوم في برنامجنا. اهلا يا فندم. أهلا بيكي. النهارده يا أستاذة شيماء عايزة أعرف من حضرتك إيه اللي بتقدموه في الجمعية وإيه نشاط حضرتك؟ نشاط الجمعية أولا قائمة على التبرعات وعاملين مشروعين تنمويين بيدروا برضو عائد للجمعية. قامت فكرة الجمعية نيابة عن الدكتور محمد الشريف، وهو رئيس مجلس الإدارة. هو كانت الفكرة الأولى ليه إن إحنا أنشأنا الأول مقرأة لتحفيظ القرآن، وبعد كده عملنا ونجحت الحمد لله، وبعد كده عملنا مركز للتخاطب، وبعد كده اشتغلنا في دورات التدريبية. واحنا كنا أول جمعية تنقل الدورات التدريبية إعداد القادة والتخطيط الاستراتيجي تنتقل للأقاليم عن طريق جمعيتنا احنا، وكان الفضل يرجع للدكتور محمد الشريف. الحمد لله رب العالمين دربنا كوادر كتير في فاقوس في الإدارة التعليمية، واللهم لك الحمد كان مشروع ناجح. وكان هدف الجمعية برضو التدريب، لأن التدريب في الأول وفي الآخر والتثقيف طالما أنت مدرب أو مثقف، يعني على رأي المثل اللي بيقول القارئ لا يسرق والسارق لا يقرأ. يعني دايما اللي بيقرأ ما بيسرقش والسارق ما بيقراش. فكان هدف الدكتور محمد هو تنمو. بعد كده انتشرت معانا نشاطات الجمعية للقسم الخيري. بدأنا نعمل شنط رمضان، قوافل طبية، عمليات أطراف صناعية. بدأنا نعمل جلسات تخاطب بنص التكلفة. تطوعت معانا الدكتورة زينب عرابي، الدكتور محمد فتحي، والدكتورة علياء الشريف، أخصائيات التخاطب. بنعمل برضو يوم المجاني لله اختبارات ذكاء، غير المساعدات، غير الروشتات اللي بنصرفها. والحمد لله رب العالمين، يعني ربنا قدرنا على فعل الخير. وكل المتبرعين طبعا عندي صفحة للخير بنشر عليها الأدوية فقط، يعني بجيب أدوية للغير قادرين، عليها كمية ناس محترمة جدا جدا وبيدعمونا جدا بفضل برضو أعضاء مجلس الإدارة. لو ما فيش تبرعات هم بيدعموا وبيتبرعوا معانا برضو. وكنا عاملين قسم عيادات خيرية، بس يعني قفلناه للأسف. ليه بقى يا دكتورة شيماء قفلتوه؟ قفلناه لأن كان المركز الطبي جنبنا بيشتغل من الصبح لغاية آخر النهار وبأجور رمزية، فما بقاش يشتغل قوي يعني. طب حضرتك بتقولي ان انت بتجيبي علاج وبتعملي عمليات مجانيه، هل المركز الطبي بيقوم بالدور ده؟ لا، احنا في بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الخاصه. مثلا بيجي اقول له مثلا عندي حاله، عندي حالتين، ممكن يعملها بنص التكلفه او يرفع نص التكلفه او يرفع التكلفه كامله على حسب، او نجمع عن طريق صفحه الجمعيه يعني. عند حضرتك رقم حساب دعم للجمعيه؟ يا فندم هسيبه لحضرتك ان شاء الله. ان شاء الله. طب حضرتك شاركتي في اي مبادرات كعلاج؟ طبعا احنا عملت حوالي 300 قافله طبيه على مستوى قرى فاقوس، كان بالتعاون، بروتوكول تعاون بيننا وبين مستشفى الحياه للعيون. كان بيبعت لي العربيه مجهزه بالدكاتره بالاجهزه. انا كنت بعمل استضافه في الجمعيه وبطلع. مين اللي ساعدك؟ بتقولي مستشفى ايه؟ مستشفى الحياه في المنصوره. هي اللي ساعدت حضرتك في فاقوس؟ كانت بتبعت لي القافله، وكنا بنعمل عمليات بنص التكلفه. كان الكشف 5 جنيه، الاشعه 35 جنيه، وكنا بنعمل العمليات. ولو حد مثلا غير قادر كنا بنجمع له برضه مبلغ ونعملها له. تمام. وتوفروا العلاج للمريض؟ كان الاتوبيس برضه كان بيبعت لي اتوبيس العمليات ياخد الناس، وطبعا ده كله موثق على صفحه الجمعيه. كان بيبعت لي ياخد الناس الصبح واطلع معاهم انا وممثل الجمعيه ونعمل العمليات ونرجع اخر النهار. كويس قوي والله ان انتوا بتعملوا الموضوع ده. واشعاعات وتحاليل وكل اللي انت عايزاه بنص التكلفه. يعني لو عندي حاله من الحالات مثلا محتاج ان اعمل عمليه نتواصل مع حضرتك؟ طبعا. طب في حالات ايه؟ عيون؟ اي حاجه؟ كل عمليات العيون بنص التكلفه. كل عمليات العيون؟ تمام.
تمام. ربنا يجازيه خير يا رب. الاستاذ الدكتور احمد عيسى هو شغال في مستشفى الحياه هناك، وهو كان عامل دي حاجه لوجه الله يعني. احنا بندفع نص التكلفه بس. ده على مستوى الجمهوريه ولا على من اي مكان؟ كنت بعمل عمليات لناس من مصر ومن المنصوره ومن هنا ومن هنا، وبعد كده حصل فيه تعاون بيننا وبين الاستاذ محمد علام في جمعيه في مصر اسمها جمعيه شلل الاطفال. الاستاذ محمد علام اي حاله بحولها عليه عايزه طرف صناعي بيتعمل ويتلكب في خلال 15 يوم. كويس جدا والله يا شيماء. الحمد لله رب العالمين. بتقولي حضرتك بتقدموا جلسات تخاطب؟ جلسات التخاطب لو اي حد غير قادر وعايز يعمل جلسات تخاطب انا تحت امره. برضو عند مقر حضرتك في الجمعيه اللي في منية المكرم؟ الجمعيه مقرها في منية المكرم خلف طب الاسره اللي في المنيا بجوار حضانه الشريف. ايه الانشطه الثانيه اللي حضرتك بتقدموها من خلال الجمعيه؟ الجمعيه الانشطه زي ما قلت لحضرتك عندنا تحفيظ قران، خط عربي. تمام. تحفيظ القران برضو بتتموه باجر رمزي ولا؟ لا ما فيش اجر خالص. تحفيظ القران ان شاء الله باذن الله مجانا، وينوب عنا فيه والقائم عليه يعني الاستاذ الدكتور احمد خاطر. تمام. والشيخ السيد عبد المقصود. ما شاء الله ربنا يجازيكم خير. مفتش بالازهر الشريف. في اي معوقات بتواجه حضرتك في فاقوس او اي حد اعترض حضرتك في العمليه الجمعيه الخيريه اللي حضرتك بتقدميها؟ لا 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 اطلاقا. على فكره الحمد لله رب العالمين جمعيتنا مشهوره جدا، الناس بتحبنا وناس بتحترمنا جدا. والدليل على كده انا في صفحه الدواء لما بنزل الروشته 2000 3 بفضل الله 10 دقايق يكون الدواء جه. الحمد لله. ومعنا ناس صيادله محترمين زي الدكتور عبد الخالق، زي صيدلة الدكتور عبد الخالق كانت بتعمل لي خصم 25%. واحيانا الصراحه انا مش عايزه اضيع ثوابه بس لازم اديه حقه برضه. لما بينزل دواء ويلاقي اتاخر شويه التبرع بيتصل عليه يقول لي تعالي خدي الدواء. يعني لو في صيدليات حابه تتعاون مع جمعيه الدكتوره شيماء ممكن تتصلوا على الرقم اللي هنزله ان شاء الله على الفيديو، تتعاونوا معاهم وتقدموا العلاج للمرضى الغير محتاجين ماديا. الحمد لله. يعني انا برضه هديه حقه. الدكتور عبد الخالق ربنا يبارك فيه يا رب، دي صيدليه في فاقوس البلد. الدكتور ده الصراحه هو ابن الدكتور مهاب، داعمين للصفحه بتاعت الادويه جامد الصراحه، واي دواء غير متوفر بيوفره. تمام. بنطلب برضو من الصيدليات اللي موجوده في مدينه فاقوس تساعد جمعيه التنميه المصريه وتشارك صيدليه الدكتور عبد الخالق في الدعم للجمعيه علشان نقدم الخير للغير. ايه اللي حضرتك حابه توجهيه برضو يا دكتوره شيماء؟ اللي انا حابه اوجهه ان احنا نساعد الجمعيات ونقف جنبيهم، طالما جمعيه محترمه وبتشتغل شغل محترم وناس موثوق فيها نساعدهم. كل ما الخير يكبر كل ما احنا هنبقى في خير. في حالات كتير محتاجه وفي ناس كتير محتاجه. لما انتوا حضراتكم بتدعمونا بنقدر نساعد حالات اكتر ونقدر الخير ينتشر. والحمد لله رب العالمين. انا برضو بشكر كل الناس اللي داعمه لينا، كل الناس اللي واقفه جنبينا وبتساعدنا، والحمد لله رب العالمين. تحت امر. الحمد لله. انا اتشرفت بحضرتك النهارده، واعزائي المشاهدين بشكركم على حسن استماعكم لينا، وبوجه رساله لكل المستمعين ان هم يدعموا الخير من اجل الغير ويشاركوا في الخير، وان احنا ندعم الجمعيات المصريه اللي شغاله كلها اللي بتقدم الخير للناس. واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.